الو، مساء الخير. مساء النور. استاذ ابراهيم بنيامين، ايوه. ازي حضرتك يا فندم؟ ما حضرتك يا فندم برنامج كريزو بالانجيل، احنا على اليوتيوب على الهوا، وكان عندي سؤال بس في الايمان المسيحي يعني. كنت ايه جايب يا رقم فندم؟ حضرتك من موقع الدليل القبطي، من حضرتك من انت المتكلمين. مين يا برنامج فندم؟ كريزو بالانجيل يا فندم. لا الحقيقه انا مش مهتم، اشكرك. مش مهتم ايه يا فندم؟ ده هو انا بسأل في الايمان المسيحي، يعني كنت عايز انا اعرف مش اله من مهتم اله دي اجاوب. معناها ايه؟ هل مش معناها كده مهتم اله من كلمة. اله يعني اله اتولد من اله يبقى كده انا الهين؟ جاوبت على حضرتك، انا مش مهتم بالمكالمات اللي من النوع ده. شكرا جزيلا، طب ربنا يبارك. خلاص يا فندم، يعني كونوا مستعدين دايما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بكل وداعة وخوف. ليه كده يا أستاذ إبراهيم؟ أستاذ إبراهيم بنيامين، كنيسة الأنبا بولا، أرض الجولف. أهلا بيك يا فندم. مش مهتم. طب الكتاب بيقول اكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها. مش مهتم. طب الكتاب بيقول كونوا مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بكل وداعة وخوف. مش مهتم. اكرز بالكلمة في وقت مناسب أو غير مناسب. مش مهتم. انتوا بتهتموا بإيه طيب؟ يعني عايزين نعرف شركاء الوطن بيهتموا بإيه؟ عايزين نهتم برضو معاكم بنفس اهتماماتكم. اهلا بيك يا فندم.